جهز لمباراة السوبر إن شاء الله والموسم بشكل عام. يمكن هذه ثالث مواجهة الآن خلال 3 أشهر. مواجهة كانت نصراوية فيها بالدوري، مواجهة هلالية في الكأس، الآن ما السوبر. عندنا مشكلة، احنا يعني الفريقين فريقين كبيرين ومتعودين على بعض. بتكون مباراة مثيرة إن شاء الله. الغيابات تؤثر عليكم في أي شيء؟ ما عندنا مشكلة احنا. أكيد. احنا يعني في نادي النصر اعتقد انه لو ما في غيابات نقدر نلعب فريقين، ما عندنا مشكلة. مجموعتكم هذا إن شاء الله تدخل التاريخ، هي والهلال بالنسبة لأول فريقين سعوديين يلعبوا السوبر في لندن. صحيح، هي فكرة جيدة وإن شاء الله تكون مفيدة. الحمد لله لك يا رب انها انتهت 3 مواجهات هذه بخيرها وشرها. الفريقين استفاد منها، احنا استفدنا في دوري هو استفاد في كأس الملك، والحين هذه بتكون الفاصلة، وباذن الله انها تكون من صالحنا باذن الله تعالى. مجموعتين تقريبا يدخل التاريخ، أول مباراة سوبر سعودية في لندن، كيف تشوفون؟ ان شاء الله ان نشرف الكرة السعودية، هذا اول شيء والاهم، وباذن الله تعالى انه يكون من نصيب النصر باذن الله. كل شايف ديربي يمكن من اقوى الدربيات في الوطن العربي، فان شاء الله يعني زي ما تشوف يعني اكيد المجموعه مستعده كلها، وخاصه انها طريقه جديده يعني ديربي خارج الديار، فان شاء الله تكون من نصيبنا. يعني زي ما الكل شاف يعني لعبنا معهم تقريبا 3 مباريات الموسم اللي راح، فزنا مبارتين وتعادلنا في مباراه، يعني ضربات ترجيح ما تعتبر خساره. فان شاء الله يعني الله يكرمنا بذي البطوله تكون فاتحه خير لنا ان شاء الله بدايه الدوري. حيكون في غيابات، الراهب وحسين عبد الغني ومجموعة أخرى، حتأثر عليكم في شيء؟ لا بالعكس، انه فريق مكتمل الحمد لله. كل شاف يعني الدكه يعني ما خف اهميه عن الاساسي، فاكيد يعني كلنا مكملين لبعض، واللي موجودين فيهم الخير والبركه، وان شاء الله ما راح نهتم بالنقص هذا.